اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف 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 بزاف. اليوم بشرى قناة بشرى خير قدمت لكم كيفاش كنجنيو الزيتون. واخا يعني ما مريتش لكم من البدايه، لان كانوا الناس عندنا يعني كيعاونونا وكيقدموا لنا يد المساعده بطريقه تقليديه، احتراما ليهم ما صورتهمش. وريتكم غير زعما غير داك الشيء اللي بقى من الزيتون. وريتكم كيفاش كنجنيوه وكيفاش كنحيدوه بديك القصبه ديالنا، وما كنهرسوش هذا الورق ديالو. ها هو، لان صعيب عليه بزاف باش كيعطي تاني الى طيحناه بزاف كينقص الانتاج ديالو في السنوات ان شاء الله بحول الله القادمه. لان العام اللي فات ما عطانا حتى شي حاجه، والحمد لله هذا العام الله يجعل البركه، اللهم لك الحمد. وكنتمنى هذا الزيتون هذا يعجبكم بزاف، لانه كيف كتشوف الالوان يعني كلوحه يعني معبره كيف كتشوفوا. هذا الزيتون هذا راه يعني ما فيه لا دواء لا والو، كما كنقولوا هنايا في المنطقه ديالنا كنقولوا ديال البور. مرحبا بكم من جديد عند بشرى، قناه بشرى خير. بشرى راه غابت عليكم بزاف، علاش؟ لانني دابا كنتواجد في البلاد ديالنا، المنطقه ديالنا. الحمد لله جيت باش نجني الزيتون ديالنا باش ما يضيعش لينا. وسمحوا لي بزاف ما صورتش يعني الشجر كله، لان علاش؟ لان كانوا معنا الناس كيعاونونا وما كيبغيوش يبانوا في يعني في الكاميرات. الحمد لله لقينا الخير، اللهم لك الحمد. يعني كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي عطانا هذه النعمه هذه ديال الزيتون. ان شاء الله غادي نوريكم محصول راه باقي عندنا هنايا ديجا، هو باقي عندنا شويه ديال الزيتون هنايا باقي ما طيحناش، لان تقريبا راه جيت يعني تقريبا دابا راه فايته اسبوع باش جيت هنايا. وان شاء الله غادي نوريكم المحصول كله. كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، هو الشجر ديالنا كله الحمد لله هو هذا. وباقي شي حاجه في الدار يعني الداخل، يعني كاين الزيتون اللهم لك الحمد. يعني كنت احترمت الناس اللي كانوا كيعاونونا داكشي، ما بغيتش نصورهم، كيخافوا يبانوا ماشي تيحشموا صافي. يعني الانسان الناس ماشي بحال ها هو هذا سط العامر الزيتون الحمد لله وباقي مازال. ان شاء الله غادي نوريكم المحصول كله. شوفوا طيح على الارض. وهذه القصبه ديالنا باش كنا كنطيحوا الزيتون يعني. كنحيدوه من الشجره من هنايا. هاد القصبه هذه هي هذه كنخلخلو بحال هكا بحال هكايا، كيطيح الزيتون بحال هكايا كنخلخلو. كنخلخلوها، ما كنقدروش نضربو باش ما يطيحش العروسه ديال الزيتون. هانتوما كتشوفوا دابا غنجمعوا هادشي هذا ونمشيو نحطوه فواحد السطل. دابا هاد الزيت هذا ان شاء الله غادي نمشيو كنعصروه، شي غادي نعصروه شي غادي ناخذوه نستغلوه في الدار يكون صالح للاكل. هادشي راه غير اللي بقى في الشجر، وما كيف ما قلت لكم راه جاو الناس عاونونا الله يجازيهم بخير.
كنحاولوا باش نضربوا هذا باش ما نطيحوش دوك العروشه، حيت ما خصهمش يطيحوا. حيت كاين الناس اللي دايرين واحد الاله اخرى كتقولوا الفرفاره اللي كيطيحوا فيها الزيتون. هادشي حنا عا اللي بقى كنحاولوا بحال كنحيدوا شي حاجه قليله. داير كنخلخلوها تتم جايه. حيدوا هادشي اللي كاين، المهم ما نخليوش بزاف، حتى الا بقى داك اللي كيبقى على برا كيجمعوه الناس كياخذوه كنعطيوه ليهم، وكنذوقوا الناس من طبيعه الحال. ضروري نعطيهم حقهم الناس اللي كيعاونونا في ساكن. كيف كتشوفوا دابا حنا كملنا الزيتون ديالنا، دابا غادي نمشيو كما قلت لكم، غادي نمشيو نديرو مع الزيتون الاخر. شوف ثقيل شويه. كتشوفوا اخواني اخواتي، ها خير ديال سيدي ربي. وهذا كنديروه هنايا وكنسرحوه، كنخليوه ينشف على ما نديوه للمدينه. دابا غادي نخوي هادشي هذا، شوف هاد السطل هذا صافي، غادي نسرحوه باش نخليوه شويه يكرم ينشف شويه. نسرحوه بحال هكا. راه الانواع الكحال والخضار والحمر. دابا غادي نعزلوا البيض بوحدو ونعزلوا داك الحمر بوحدو اللي غادي نشقوه باش غادي نديروه مثلا في المرقه ديالنا، والاخر تا غادي نرقدوه، والاغلبيه غادي نشدوه غادي نعصروه، ناخذوا منه الزيت البلديه اللي كتعرفوها مهم في الحياه ديالنا وفي الصحه ديالنا. هذاك اللي كيكون طايح في الارض تا هو غادي نمشي نديه. تا هو غادي نديو تا هو نزيدوه على الاخر، وغنكونوا شرفنا على النهايه ديال هاد الجنيه ديال الزيتون. كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، الحمد لله. ودابا كنكونوا اشرفنا على النهايه صافي ان شاء الله. دابا قربنا نرجعوا للمدينه باش نشرفوا على هاد العصر ديال هاد الزيتون هذا. وكما قلت لكم غادي ناخذوا منه بزاف ديال، يعني اللي غادي غنستغلوه في الاكل، واللي غادي نعصروه. شكرا على المتابعه، والى حلقه قادمه ان شاء الله في الوصفات اللي كدير معكم بشرى، قناه بشرى خير. خليتكم على خير، اترككم في رعايه الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.